يا صباح الخيرات على احلى اخوات. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عاشورة. ربنا يتقبل يا رب مننا ومنكم صالح الاعمال. بدأنا يومنا النهاردة واشترينا شوية مشتريات. عايزة اقول لكم ان الطماطم تبدأ تغلى، الحقوا اشتري لكم شوية علشان خاطر ايه، يعني لو افورت قوي في سعرها. نزلت جبت بقى شوية طماطم، كان كيلو الطماطم عامل 5، وفي محلات حاطة عليها 8. وجبت كمان بطاطس، البطاطس كانت ب8، وجبت بطاطا، البطاطا كانت ب12، غالية شوية. وكمان جزر وخيار كانوا عاملين تقريبا 10 و10، وفلفل رومي. والست بقى كانت قاعدة بتاعت الجبنة القريش، جبت منها كيلو جبنة قريش، دي بتبيعه ب60 جنيه. وكمان جبت بيض بلدي الواحدة ب4.5، وجبت كمان كبد وقوانص، هنعمل النهاردة بيها وصفة حلوة اوي هتعجبكم ان شاء الله. وجبت ردة. وجبت بقى كمان العيش من الفرن، وجبت البن يا جماعة ب75 جنيه، ليه يعني؟ المهم يعني يلا بينا بقى نخش على تفاصيل اليوم بتاعنا لانه مليان حاجات النهارده. اول حاجه طبعا هنعمل الاكل الصحي اللي انتوا اتعودتوا عليه، احنا كل الروتين في اكل صحي واكل عادي. فهنعمل اكل صحي اللي هو لو انتي بتعملي رجيم او دايت ينفع معاكي، وكمان لو مريضة سكر يعني بعد شر عنكم برضو ينفع معاكي. فانا كل يوم كده بحاول اخترع بقى اي اكله اعملها تكون اكله صحيه. جبت شويه من الزيت صغيرين قوي، ممكن تعملي بزيت زيتون لو حابه، وحطيت فيهم فصين من الثوم، وبدات ان انا اطلع ريحه الثوم. بعد ما ريحته هتطلع معايا هضيف عليه الخضار اللي انا هضيفه ايه. طبعا مش هينفع احط بصل علشان البصل ممنوع، ف ولا هينفع احط بطاطس ولا جزر ولا مش عارفه ايه. المهم الخضار اللي انا هحطه هو كوسه ومتقطع عليها فلفل رومي بس. وهبدا بقى ان انا اشوح الكوسه بتاعتي دي، تمام، اشوحها حلوه قوي مع الطومه اللي احنا عملناها. وكمان ضفت لها كبده كده بقناصايه، وهشوحهم بقى مع بعض حلو قوي. وهديها كمان التوابل اللي هي عباره عن ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره، وتقريبا كان بس كده. مش المهم بقى بعد ما شوحناها حلوة قوي، وكمان شوحنا معاها الكبدة شربت، يعني اي مية نزلت منها شربتها، هضيف عليها قيمة كوباية من المية، مش هزود يعني. تمام، ان انا اغطي بس الخضار، وهسيبها بقى ايه تستوي فيه. لو انتي عايزة تخليها تشرب شربتها كلها تمام وتبقى ناشفة، مثلا تحطيها على رز مسلوق ولا حاجة، او لو انتي عايزة تخلي فيها شوربة برضو تمام زي ما تحبي بقى. هنا بقى طبعا كنت نزلت وطلعت وعملت الكوسة وعملت كمان رز مسلوق، وكنت لسه مفطرتش، وكنت كسلانة بقى اعمل شاي بحليب بصراحة، فقلت انا هشرب بيبسي وهاخد معايا حاجة من المعجنات دي، حاجة واحدة يعني. وبس كده، يلا بينا بقى نشوف الاكل احنا نعمله ايه. زي ما قلت لكم هنعمل الكبد والقوانص بطريقة حلوة قوي النهاردة. طبعا هنجيب بقى الكبد والقوانص وهنغسلها غسلة حلوة قوي، وبعد كده هنقسم الكبدة نصين وهنقطع القوانص اللي حتت صغيرة، وهنجيب قيمة 3 بصلات هنقطعهم كده حلقات. طبعا الكبدة هنغسلها حلوة قوي وبالليمون وبكل حاجة. وكمان هنحتاج فلفل رومي وفلفل حار. هنجيب بقى حتة سمنة بلدي كده او سمنة او زيت اللي متوفر عندك، واول حاجة هنزل بيها بالكبدة اللي احنا قسمينها نصين. وبعد ما الكبدة تستوي معايا بدرجة 90%، هبدأ ان انا اطلعها من السمنة ديت اهو. بصوا بقت بالشكل ده كده، هبدأ ان انا اطلعها واحطها في اي حاجة جنبي. بعد كده مكانها هنزل بقى بايه، هنزل بالقوانص. القوانص احنا مقطعينها حتت صغيرة، هبدأ برضو ان انا اشوحها. وبعد كده هضيف عليها البصل اللي احنا مقطعينه حلقات،
وهنشوحه بقى البصل هيكرمل معانا وهيبقى حلو قوي. هضيف كمان الفلفل الرومي على الحار اللي احنا عاملينه مع بعض. طول ما انتي بتقلبي كل ما البصل هيفك معاكي. بص احنا مقطعينه وردي كده زي اللي بنعمله في الكشري يعني. وبس كده. بعد كده بقى هضيف لها قيمة مثلا نص كوباية او كوباية من المية المغلية، وهي دي السوائل اللي هتستوي فيها. هسيبها لحد ما تشرب المية اللي احنا حطيناها، وبعد كده هضيف عليها الكبدة. وبعد ما ضفت الكبدة هنزل بقى بالتوابل اللي هي ملح وفلفل اسود وكمون وشوية من القرفة وبهارات فراخ. طبعا التوابل دي يعني ايه تقدر تستغني عن اللي انت عايزة تستغني عنه، وهتسيبيها بقى لحد ما تستوي ايه معاكي. يعني مش هتاخد اكتر من 3 دقايق على البوتاجاز، لان احنا مسويين كل حاجة. الكبدة مسويينها، القوانص مسويينها، البصل مكرملينه، كل حاجة معمولة. يعني يا دوبك تقليبة كده بندخل التوابل فيها، وبعد كده بتكون جاهزة معاكي على الاكل. يلا نعمل بقى العاشورة. كل سنة وانتم طيبين. اول حاجة طبعا بنكون نقعين القمح، جايبين القمح المقشر ده وبنكون نقعينه على الاقل قبلها ب3 ساعات. بعد ما بننقعه طبعا احنا الاول بننقيه حلو قوي، وبعد كده بننقعه، وبعد كده بنصفيه وبنغسله، وبنجيب بقى عشان نشوف هنعمل فيه ايه. هنجيب مية عادية خالص، وهنبدأ ان احنا نحط كده فوق القمح بشوية كأنك بتعملي رز. شفتي لما بتيجي تعملي رز بتكوني مغطية المية ازاي؟ بالطريقة دي. هنغطي كده القمح بالمية وهنرفعه على البوتاجاز لحد ما المية تتشرب معانا. عقبال بقى ما المية تتشرب معانا علشان نخليه يفشر هقولك هنعمل ايه بالظبط علشان ندعم طعمه. فانا جبت كيس من لبن البودر، وكمان كيس من الكريم شانتيه، تقدري تقولي 3 معالق و3 معالق، وعليهم كوباية من الحليب، وعليهم كوبايتين من القشطة. طبعا لو عندك القشطة اللي على وش اللبن هيكون احلى، ولو جايبة قشطة بلدي هتكون احلى. تمام، ولكن دي ما بتقولش لا. كوبايتين من القشطة، وكمان هضيف عليهم 3 معالق من جوز الهند. هقلب بقى الكلام ده كله في بعضيه، وهضيفه على القمح. ليه بقى؟ علشان هو انتي المفروض الطبيعي المتعارف ان احنا بنسيبها تفشر كده زي ما هي. لا، انا بقى هسيبها تفشر في الحاجة اللي احنا عملناها دي علشان يطلع طعمها كده ايه جميل ولذيذ. كان عندي شوية جوز هند صغيرين او باقيين، فقلت لا انا هحطهم بقى، انا هسيبهم يعملوا ايه دول بس. وسيبتها بقى ايه تفشر. لا يعني ايه تفشر؟ يعني القمحة بتاعتك تنفش. تمام. لما وصل بقى معانا للشكل ده اديتها كيلو من الحليب. لو عندك الحليب اللي هو البلدي بتاع اللبان ده هيكون احلى واحلى، لكن تقدري تستخدمي يعني اي نوع من اللبن. تمام. اديتها بقى كيلو من الحليب، وكنت في الاول مديها كوباية اللي احنا سيبناها تفشر فيها. هي بتاخد بالظبط كيلو ونص، ده نص كيلو قمح بياخد كيلو ونص من اللبن. اديتها كمان كوباية من السكر، تقدري تحطي كوباية، كوباية ونص. بصي السكر بقى براحتك. اما الكوباية الاخيرة اللي باقية من الحليب علشان ابقى اديتها كيلو ونص هعمل فيها النشا. 3 معالق من النشا، وهضيف عليهم الحليب. دي كده اخر كوباية حليب انا هستخدمها. يبقى نص كيلو قمح اخد مني كيلو ونص من اللبن، وهنزل بيه وهو على البوتاجاز. طبعا انا في الوقت ده كله بقلب فيها، مهدية النار شوية وبقلب فيها. بس عايزة اقول لكم بجد هتاكلوا عاشورة فظيعة. بس كده خلاص خلصت معانا. هي سهلة قوي وبسيطة. وهنبدأ ان احنا نديها الفانيليا. بنديها الفانيليا امتى؟ بنديها الفانيليا بعد ما بنشيلها من على البوتاجاز. تقدري تحطي فانيليا بودر او فانيليا سايلة مش هيفرق يعني.
هنجيب بقى الأطباق اللي هنحط فيها، وكل سنة وانتم طيبين. خلص الروتين بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم، يا رب يكون افادكم ولو بأي حاجة بسيطة. انا ولاء هاشم، لو اول مرة بتشوفيني ياريت تشتركي معايا وتفعلي زر الجرس طبعا لو المحتوى عجبك. ولو عجبك الفيديو بقى ما تبخليش بينا باللايك. ولحد هنا هقولك ما تنسيش تصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام، واقول لكم دمتم سالمين ومع السلامة.